دلوقتي الثقافة ما هياش رفاهية وما هياش مجرد خدمة، لو قدمتها لنا الدولة يبقى كتر ألف خيرها، ولو ما قدمتهاش معلش وحصل خير. لا، الثقافة حق من حقوقنا زيها زي الحق في السكن وزي الحق في الصحة وزي الحق في التعليم، وكلها حقوق لازم تكون مكفولة لينا جميعا وبدون أي تمييز. وما دامت حق من حقوقنا يبقى مش هيضيع طول ما احنا وراه بنطالب. هنطالب بيه بعد الفاصل، لكن قبل الفاصل هندور على الخير في قلب عماد شاب زي الورد. دور على الناس في قلوب الناس، هتلاقي الخير والخير في الناس. دور على الناس، دور على الناس، دور على الناس. اسمي عماد عبد الرحمن، شاب عادي زي أي شاب في مصر. اتخرجت من كلية الآداب جامعة عين شمس سنة 2008 بعد فترة دراسة ممتعة جدا، اتعلمت فيها حاجات كتيرة جدا تفيدني في الحياة الشخصية. دخلت الكلية بناء على هواياتي في قرايتي للقراءات التاريخية عامة. أنا كنت دايما بحب أقرأ عن التاريخ، عن الرياضة بصفة عامة، عن الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي والوطن الإسلامي، فده كله حببني في قسم التاريخ. استفدت كتير جدا في مداركي ومعارفي، وازاي اعمل ابحاث بتعتمد على مراجع واصول ومصادر. خلال الجامعة اتعرفت على مجموعة من الأصدقاء، معاهم اتنمت قدراتي في مجال الرياضي، في مجال الفني، في مجال الديني، الثقافي، الاجتماعي. في أولى إعدادي عملت شيء كويس جدا، على أساسه مدرس كافئني وقال لي انت لازم تدخل فريق الكشافة. الكشافة شدتني عشان لقيت فيها أنشطة مختلفة، لقيت ان عندي مهارات ومواهب ما كنتش اعرفها في نفسي. المهارات والمواهب دي اتثقلت اكتر لما دخلت الكشافة. اتعلمت منها حاجات كتير قوي، حسيت قبل كده ان انا ما كنتش حد مميز، وبعد كده لقيت نفسي واحد الناس كلها بتشاور عليه. لقيت الكشافة تقدر من خلال الجامعة تفيد المحيط اللي هي فيه. زورنا ملاجئ، زورنا دور أيتام، ساعدنا مكفوفين وذوي احتياجات خاصة في ان احنا نحسسهم ان هم ناس زيهم زينا. دايما كنت بحرص ان يكون ليا صديق مقرب. دايما كنت بحاول اتوازن بين جوانب الحياة كلها، المجال المعرفي، المجال الاجتماعي، المجال الاسري، الديني، التواصل مع الاصدقاء، اكون صداقات مع كليات مختلفة، مع جامعات مختلفة، مع شعوب مختلفة. كل ده لقيته بيتكون في عماد من خلال الجوالة والكشافة. بعد ما وقع الاختيار عليا اكون اصغر عضو في مجلس اداره الاتحاد في يناير العام الحالي، كانت مهمه فيها اختبار قوي جدا للجيل بتاعي، جيل الشباب. كنت اعمل مدير لبرامج بمؤسسه تربويه. اخدت اجازه مفتوحه، لقيت عشان انجح لازم اتفرغ بمعظم وقتي من اجل انجاح المهمه ديت
علشان انا مش بس بمثل عماد الشخص، لا انا بمثل جيل من الشباب اللي دايما بيتهم انه هو ما عندوش الخبره الكافيه، لكن الحمد لله بروح العمل الجماعي قدرنا كتيم نقول ان فعلا الشباب لو اتيحت لهم الفرصه هيبقوا اعظم بكتير قوي من لو دايما بص لهم ان هم ما عندهمش خبره. نفسي في ان المجتمع كله يبقى عباره عن منتسبين للكشافه، لان فعلا المجتمع في وقت الثوره كنا بنقوم بدور لجان شعبيه. احنا في الكشافه بنعمل نظام تقسيم العمل وتقسيم المهام وتقسيم الادوار، وبنعمل بينا وبعض دوائر اتصال. فاحنا بالفعل في وقت الثوره كنا في المجتمع كله كان في اشد حاجه لمجهودات الكشافه، وللعلم احنا بنقوم بدور قوي جدا على المعبر اللي بين مصر وبين ليبيا في السلوم من اكتر من سنه ونص. وكمان الكشافه كان ليها دور وقت الزلزال سنه 92، وكمان في وقت احداث صخره الدويقه. وبالفعل المجتمع لو اتربى على الحركه الكشفيه اللي هي في اساسها تربويه، ان شاء الله هنبقى مجتمع من افضل المجتمعات على مستوى العالم. الكشافة بتنمي البشر، الكشافة أسلوب حياة، الكشافة تقدر توصل ذو القدرات المحدودة إنه يبقى صاحب أفضل قدرات وأفضل مهارات في كل الأنشطة والمجالات. الكشافة بجد بتضيف للإنسان كاريزما خاصة في الشخصية. المجتمع بيشوفها انها عباره عن الاولاد الصغيرين اللي لابسين الشارات وبيعملوا الربطه والعقده بالعصايه والخيمه وخلاص. لا، الكشافه مش كده. الكشافه فيها من اول الكي جي 1 لحد استاذ دكتور في الجامعه، فيها من اول مؤهل لتحت متوسط لاعلى مؤهلات في كل المجالات. بالفعل في من الكشافه خرج الممثل والمغني والرياضي والضابط والدكتور والعامل وكل حاجه. نفسي زي اي شاب اكون اسره سعيده صالحه ان شاء الله ندخل بيها الجنه. اللي معطلني عن الجواز ان انا كنت اقدر استثمر وقتي ده في ان انا اعمل مشروع خاص بيا. انا احلم ان انا افتح استوديو تصوير، انا مصور، ولكن قلت لا، هدي وقتي ده لبلدي عن طريق الكشافه. ان انا ما حلفنيش الحظ ان انا اخدم وطني عن طريق الخدمه الزاميه العسكريه. فقلت خلاص السنه ديت اللي ما اديتهاش لبلدي عن طريق الخدمه الوطنيه العسكريه هديها لوطني تاني بس عن طريق الكشافه.